سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وتكون صحتكم بخير وعلى خير. جبت لكم اليوم وصفه جديده حلوه كيما نتوما يا الحلوات، الله يحل اياماتكم. جبت لكم هذا الصابلي، صابلي المكسرات ولا صابلي النوغا، كل واحد واش يعيط له. جبته لكم بمقادير مضبوطه، طريقه سهله وبسيطه، اي وحده تقدر ديرها. شوفوا هذا الصابلي هدايا عندي سمانه، اليوم راني ندير في المونتاج عندي سمانه من اللي درته. والله يا البنات كنت دايرته في المجمد، كل ما نجبدو ونخليه يديكونجلا ناكلو كاني هذاك وين درتها الصابلي مازالو يقرمش. هذيك الطبقه هذيك تاع النوغا مازالها هي المكسرات انديري هذاك وين درتها. واش فيه الصابلي تاعنا؟ عندنا 125 غرام تاع مارغرين او زبده تكون طريه بدرجه حراره المطبخ. عندي نص كاس تاع السكر ناعم، بيان سور لازم يكون مغربل. الكاس اللي خدمت به هو تاع 220 مليلتر. عندي ربع كاس تاع الزيت، عندي حبيبه تاع البيض تكون بدرجه حراره المطبخ، عندي لافاني تقدروا كذلك ديروا مبشور الليمون، اي حاجه حبيتوها. انا اكتفيت بالفانيليا، ومن بعد تيك نبدا نخدم هكذا بالباطور. تقدروا كذلك تخدموا بيديكم، شنو الزبده لازم تخدموها مليح باش ندخلوا لها كميه هواء مليحه وتولي بيضه. ومن بعد تيك نجيبوا 2 ملاعق اكل تاع نشا نديروهم ونبداو نضيفوا في الفارينه تاعنا بشويه. هاد لاباط هذه تاع الصابلي ما لازمش تكون طريه كيما الصابلي العادي اللي نديروه باش نطبعوه، ولا الصابلي هدايا لازم تكون لاباط تاعو شويه شاده روحها، ماشي طريه كيما قلت لكم، باش دوك تشوفوا واش نديروا به. درت كذلك نصف كيس تاع خميره كيميائيه، اي 5 غرام تاع الخميره الكيميائيه، رشه تاع الملح. شوفوا لاباط تاعنا ما لازمش تكون هكذايا طريه، الا كنا حنطبعوه نكتفيو بهاد الكميه تاع الفارينه. بصح في هاد الوصفه هذه لازم نزيدو شويه فارينه، لازم لاباط تاعنا تكون شويه شاده روحها. لاباط هذه كنت قسمتها معكم ديجا من قبل البنات، قلت لكم هذه الصبلي او هذه العجينه تاع الصبلي اللي ما نستغناش عليها. هكا لازم تكون عجينه ديالنا. مباشره نبدا نخدم بها. جبت الصينيه تاعي اللي موافقه نخدم بها 30 على 24. جبت لاغاب هذه اللي نبشروا بها، اللي عندها لاغاب الخشينه تخدم بالخشينه، اللي عندها رقيقه تخدم بالرقيقه. هذه حاجه ترجع ليك انت. انا ما عنديش الخشينه، انا خدمت باللي عندي رقيقه. نرابيو كامل العجينه، ما راهيش رايحه تشد لكم وقت كبير، تم تفروها. نرابيو كامل العجينه تاعنا. على بها قلت لكم العجينه ما لازمش تكون طريه، لازم تكون شاده روحها. بعد ما كملتها نوزعها كامل هكذايا بالتساوي في كامل الصينيه ديالي باش ما تكونش جهه طالعه وجهه هابطه. والفرن تاعي نكون سخنته بيان سور مسبقا، شعلته على 180 درجه. دوكا الحلوه تاعي او الصابلي تاعي ندخلو يطيب على 180 درجه. كي نشوفوا تحمر لي من الاطراف نشعلو من الفوق، ياخذ تحميره خفيفه ونخرجو يبرد. هاوليك البنات بعد ما طاب لي خليته يتحمر تحميره خفيفه ونخليه يبرد مليح. كي يبرد لي الصابلي تاعي مليح نروح ندير هاد الخطوه اللي حنديرها دوكا. بالنسبه للطبقه هذيك تاع النوغا عندي 100 غرام تاع مارغرين، 100 غرام تاع مارغرين. انا خدمت بمارغرين ديما باسكو بنينه. عندي 100 غرام تاع العسل، نفس كميه المارغرين هي نفسها تاع العسل. نديروهم فوق الفرن يذوبوا ونخليوها تغلي. كي تبدا تغلي نحسبوا لها واحد النص دقيقه ونطفيو عليها. وهي هكاك سخونه، بعد ما نحيتها من الفرن وهي هكاك سخونه نجيو نضيف عليها 125 غرام تاع شوكولاته بيضاء، قطعناها هكا صغيره باش تذوب لنا تمتم. الشوكولاته انا راهي رايحه تذوب بالحراره هذيك تاع العسل والمارغرين اللي ذوبناهم. دركا نجيو نضيفوا لهم المكون الاخر. عندي هنايا نص كاس تاع كاوكاو يكون محمص ومرحي خشين، نص كاسه. عندي كذلك نص كاس تاع كاوكاو يكون محمص بصح ماشي مرحي، نحطوه هكذاك حبيبات كيما راكم تشوفوا هكذا. نكونوا حمص متخلي باش يتحرق، حمصوه برك مليح يتحمر برك شويه وضيفوه. تسمع عندنا نص كاس كاوكاو محمص ومرحي خشين، وعندنا نص كاس تاع الكاوكاو يكون هكذاك ماشي مرحي حبيبات. عندي هنايا قيس 10000 تاع اللوز بقشورو كنت حمصته. وعندي كذلك قيس 10000 تاع الجوز كذلك كسرتهم غير بالموس، ما اكتفيت غير بالموس هكا، كسرتهم غير شويه ماشي حاجه كبيره. ونخلطهم مع بعضهم كامل ونجي ونحطهم فوق الصابلي ديالنا اللي لازم يكون برد. البنات لازم يكون برد هكذايا. نجي ونوزعو كامل على الصينيه. لازم تغاولوا في الخدمه باش ما تجمد لكمش وتولي تغبنكم في الخدمه لو كان تطولوا فيها. وزعوه مليح مليح في الصينيه باش كل جهه فيها صابلي تتغطى.
على بها حنايا لقيتونا رابينا هذاك الصابلي باش من تحت تحبط شويه هذيك الطبقه. انا درتو 10 دقائق في المجمد. لو كان تخليوه فوق البوطاجي باك يبرد لكم راح يشد لكم الوقت، ديروه 10 دقائق في المجمد تمتم تشد لكم الحلوه ديالكم. قطعوهم بالاحجام اللي حبيتوهم نتوما، مربعات صغار مستطيلات، انا درتهم شويه كبار. كانت هذه الوصفه تاعي معكم البنات، ان شاء الله تجربوها باسكو تجي بزاف بنينه وراكم رايحين تدعوا لي دعوه الخير. واخيرا ما تبخلونيش بجعموا اشتراك للقناه وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وبارطاجيو هذه القناه هذه مع اصحابكم، بارطاجيو الوصفه مع اصحابكم باش كامل يستفادوا ونستفادوا كامل من دعوه الخير. واش نقول لكم البنات، تهلاو في عميرتكم ونتلاقاو في وصفه قادمه ان شاء الله. مع السلامه.